بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على مرض السكر ورمضان. الموضوع ده احنا في شهر رجب دلوقتي، وكل سنة وانتم طيبين. خلاص شعبان ورمضان وروايح رمضان بدأت تهل علينا. فمرضى السكر ورمضان عايزين نتكلم بقى في أولا مرض السكر خاصة. طبعا مرض السكر نوعين، النوع الأول وهو النوع اللي هو بياخد انسولين، واللي هو بيجي في السن الصغير وبيجي غالبا من صدمات نفسية أو زعل، وده بيفضل من أول العلاج انسولين على طول، ومالوش أي علاج غير الانسولين. ممكن حاجات تساعد الانسولين، لكن هو العلاج الرئيسي بتاعه الانسولين. والنوع الثاني اللي هو بيبدأ عند سن بعد ال30، وده بيبقى وراثي، وده بياخد الأول برشامه كده إلى أن ممكن ننتهي برضه بالإنسولين بس في المراحل الأخيرة. طيب احنا يهمنا جدا ان احنا نعرف أحكام الدين ايه بالنسبة للصيام. الحقيقة معظم علماء الطب يعني في شبه إجماع ان مريض السكر النوع الأول اللي هو ماشي على الإنسولين ده صعب جدا انه يصوم رمضان، او عامة اللي ماشي على الانسولين صعب جدا انه يصوم رمضان، حتى النوع الثاني المراحل المتأخرة، لان الانسولين بيبقى فيه خطورة شديدة على انخفاض حاد في السكر في الدم اثناء فترة الصيام الطويلة. ولذلك فمعظم من علماء الطب قالوا ان يعني ممنوع تماما المريض اللي ماشي على الانسولين انه يصوم رمضان. حكم الدين في الموضوع انه قالوا ان السكر اعتبروا السكر من الامراض المزمنة التي لا يرجى شفاؤها، فممكن انت تطلع عن الايام بتاعة الصيام اطعام مسكين يعني عن كل يوم، ودي بيقدرها اخر مرة قدرها الازهر كان او المفتي كان 15 جنيه السنة اللي فاتت. ممكن دلوقتي تقول 20 جنيه لان الدنيا بتغلى عن اليوم الواحد. يعني مش تصوم، مش تعمل قضاء، لا، انت كان ده المرض لا يرجى شفاؤه وانت مش هتخف، فانت تطلع على طول مكانه. الحقيقة طيب بالنسبة للعلاج اللي بياخد برشام بقى، ممكن يحاول يصوم بس بشوية تعليمات. اولا افضل يعني انواع تناسب الصيام الانواع اللي ما بتعملش انخفاض شديد في السكر، اللي هي الاس جي 2 انهبيتورز، او زي الامباكوزا اللي هو ال10 وال25. في انواع كتير نفس العيله دي، او الانواع اللي هي الجابابنتين، قصدي مش الجابابنتين، الدي بي 4 انهبيتورز، دي بي 4، ودي زي الفيلتاجليبتين والجليبتاس والحاجات دي من الحاجات القليله اللي اللي بتنزل السكر بنسبه يعني قليله. طيب هاخد قرص ولا قرصين؟ المفروض اللي ماشي على قرص واحد يفضل ماشي على قرص واحد، واللي ماشي على قرصين ياخد قرصين، بس بشرط احنا مفروض نعمل تحليل السكر العشوائي. طبعا مريض السكر لازم يبقى عنده جهاز سكر في البيت عشان يتابع بيه سكره. جهاز السكر ده بيقيسه امتى بقى في رمضان؟ بيقيس الساعة 9 الصبح لو هو صاحي يعني، ويقيس الساعة 5 قبل المغرب. لو لقى هو المفروض بياخد حباية قبل الفطار وقبل السحور، لو لقى نفسه بقى الساعة 5 السكر واطي قوي، واطي دي يعني تحت ال80، لا يبقى ما ياخدش حباية اللي هو قبل الفجر، يبقى ياخد مرة واحدة. لو لقى سكره كويس خلاص يستمر على حبتين. كل سنة وانتم طيبين، ويعود علينا يا رب الأيام بخير، يا رب اللهم بلغنا رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.